باريس سان جيرمان يسير بثبات كما هو الحال. أنهى العام الماضي بالألقاب، وعلى ذات الشكل استهل عامه الجديد من الكويت، وبعد ضم لقب جديد وجه الفريق الباريسي البوصلة صوب كأس فرنسا التي يحمل لقبها في العامين الأخيرين، والضيف هو الجار، هذه المرة باريس FC في ديربي العاصمة الفرنسية الأقرب بين فريقين. حاول أصحاب الأرض التقدم بصورة مبكرة، فكانت المحاولات الخطيرة من أماكن مختلفة، واقترب فيتينيا بتسديدة لكنها جانبت المرمى قبل أن يبعد حارس مرمى باري FC كرة باركولا الخادعة. واستمر أوبيد كامباديو في التصدي لمحاولات لاعبي باريس سان جيرمان محافظا على نظافة شباكه في نصف المباراة الأول. تكرر التهديد الباريسي، لكن أوبيد كان في تمام تركيزه ناجحا في الذود عن مرماه من الخطر الباريسي. ومع كل المتغيرات والمحاولات الباريسية، أتت اللحظة الفارقة في المواجهة حين خطف باري FC الهدف بعد تمريرة جزائرية من إيلان قبال، حيث تمكن جوناثان إيكوني على إثرها من مخادعة حارس المرمى لوكا شيفاليه، واضعا الكرة في الشباك بهدف عكس مجريات اللقاء. هدف إذن كان كافيا للضيف باريس FC ليطيح بالبطل في عقر داره، ليتوقف مشوار كتيبة لويس إنريكي في الكأس عند هذا الدور.